لو حضرتك او حضرتك نفسكوا تقللوا الام اسفل الظهر دي وتعالج المشكله دي، تابعني. هعمل 5 تمارين النهارده ان شاء الله هيفيدوا حضرتك جدا وهيفيدوا حضرتك جدا، وان شاء الله الالم ده يخف بنسبه كبيره اكتر من 60 70%. المهم لو انت مش متابعني لازم دلوقتي تنزل دلوقتي تتابعني ان شاء الله. عامل حلقات كتير جدا هتخص حضرتك وتخص حضرتك، ان شاء الله تستفادوا جدا. اهم حاجه يا جماعه لازم يبقى وزننا قليل شويه ونحافظ على اكلنا الصحي. ثانيا قبل ما نعمل تمارين، لو انا بطني زياده يبقى انا هحمل على العضلات بتاعه اسفل الظهر دي، فبطني هتبقى مشدوده، فانا ضاغط على الفقرات اكتر، فطبيعي لازم نفك الضغط ده. ايه افضل تمارين هنشوفها؟ يلا بينا. اول تمرين معانا، اول تمرين هبقى نايم على وشي خالص اهو، ايدي الاتنين متنيه بزاويه 90 ورجلي باتساع الحوض وراسي لفوق وضاغط على المنطقه بتاعه اللور باك او المنطقه بتاعه اسفل الظهر. هاخد نفس جامد اكتمه 5 ثواني واطلعه في 5 ثواني ونظري للامام مهم جدا اهو. المنطقه دي كل ما تبقى عاليه كل ما انا بستفاد اكتر. اثبت قد ايه في الوضع ده لوضع دقيقه. هرجع اقول تاني، يبقى 5 ثواني اخد نفس اكتمه 5 ثواني واطلعه في 5 ثواني. لمده دقيقه بس هيريحني جدا، بس ما ازودش عن دقيقه. تاني تمرين هبقى نايم على ظهري، اعكس خالص، انام على ظهري واخد رجلي الاتنين عليا. 1 ارجع وهي متنيه، 2 ارجع، 3 اثبت 5 ثواني ارجع، 4 ارجع، 5. هعمل قد ايه؟ هعمل 10 في 10 ثواني، يعني 10 كل واحده اثبت 5 ثواني ورقم 10 اثبت 10 ثواني. تمام. الشكل اللي بعده من نفس الاداء كده وانا نايم على ظهري، ايدي الاتنين في جنبي، رجلي الاتنين مضمومه في وضع الجنين. هتلف يمين اثبت 5 ثواني، هتلف شمال اثبت 5 ثواني اهو. هتلف يمين واثبت 5 ثواني، فانا كده بقلل اللود على المنطقه دي وبقلل الضغط عليها. وبعد كده اعكس 5 ثواني. التمرين الثالث هنام على جنبي، رجلي الاتنين في وضع الجنين، بقربها اكبر اكتر مسافه اقدر اوصل لها، ورجلي الاتنين ثابته، ايدي الاتنين للجنب، ايدي اللي فوق هتروح الناحيه دي مع دماغي مع راسي. اثبت 5 ثواني ارجع، اثبت 5 ثواني، اعكس عشان الناس كلها تشوف اهو. نايم على ظهري اهو، رجلي في وضع الجنين، اهم حاجه اقربها من صدري، ايدي الاتنين اهي، وارجع واحاول امسك رجلي اهو. فده بيخفف المنطقه دي جدا. التمرين الرابع وهو نفس التمرين، بس رجلي اللي تحت هتبقى مفروده ورجلي اللي فوق هي اللي هتبقى في وضع الجنين واخدها على صدري، فانا كده قللت الضغط وفكيت الفقرات عن بعضها. ايدي الاتنين للجنب دي هتيجي لفوق. طب الناس اللي رجليها تترفع منها هثبتها في الارض اهو واثبت 10 ثواني، دي الوحيده اللي هنثبت فيها 10 ثواني. اعكس التمرين اهو، نايم اهو، رجلي اللي تحت مفروده واللي فوق هي اللي مضمومه، ايدي للجنب اهو، هرجع واثبت واشد، فانا قللت اللود على المنطقه دي واثبت 10 ثواني. ارجع تاني اهو واثبت 10 ثواني، ارجع تاني اهو واثبت 10 ثواني. هجيبها قد ايه؟ هجيبها 10 مرات في 10 ثواني. اخر شكل خالص التمرين الخامس، وهو ده اهم واحد وافضلهم في ان انا افك الضغط عليا، ودي سبحان الله حاجه من عند ربنا في الصلاه، ان انا هرجع لورا وضع السجود اهو، وراسي هتبقى لتحت، واحاول ابقى ماسك في حاجه من قدام والجلوتس بتاعتي دي تزق لورا قوي اهو. فبالتالي انا كده بفك الضغط على الفقرات، واثبت 30 تسبيحه او 30 عده اهو. ارجع تاني اعملها 10 مرات في 30 ثانيه اهو. بالتالي بعد ما بخلص التمارين دي يبقى انا فكيت الضغط عليها. لو الدكتور مديني علاج فانا كده هسهل على العلاج انه يوصل للاطراف بتاعتي. التنميل اللي بقى بيحصل في الرجلين او في كعب الرجل او في الركبه او سياتيك نيرف او عرق النسا ان شاء الله يخف خالص. اتمنى ان الحلقه تعجبكم. هنعمل التمارين دي لمده شهر، صدقوني بعد شهر هتفرق معانا جدا، سواء حضرتك كبيره او صغيره، سواء حضرتك كبير او صغير، التمارين دي هتفرق معانا جدا حتى لو انت شخص رياضي. بس اهم حاجه لازم نقوي المنطقه بتاعت الاليا دي والمنطقه بتاعت اللور باك، مهم جدا ان احنا نهتم بيهم يا جماعه، صدقوني هيفرق معانا جدا. اتمنى الحلقه تعجبكم ويا ريت الناس كلها تشير عشان تكسبوا ثواب معانا. شكرا.